قصيدة هجاء بعنوان المخبر الرخيص نبيه بري. بائس خليس النظرات مصطنع الابتسامة نجس بطبعه كأسياده أهل العمائم، مقفلا الباب حاملا المفتاح جارا ذيله وراءه، عن الحق مغافل، سفيه هكذا عرفناه، مثيرا للفتن كالأفعى يبث سمومه بين الفصائل. افتتحت الجلسة الأولى، لدي أوامر من كسرى سأطرحها، فهل من مجادل؟ سأفرضها عليكم بالقوة، صوتوا بنعم ولن يكون بينكم لي منازل. قولوا نعم وارفعوا أيديكم للتأييد، لأني صاحب الرأي السديد وسيد القبائل. اكتمل النصاب بحضوري لكم، وسبحة أحمل لا أدري لما، لأني جاهل. حكومة جاءت وذهبت حكومة من ورائها، وأنا قابع هنا أثير القلاقل. كلب شرس أم قط هادئ، حمل وديع، كلهم تقمصت وأتقنت شغلي الشاغل. كنت أعوي وأنبح وأنهش بقوة، وأمام أسيادي صوتي هادئ كشدو البلابل. معلمي في الشقيقة كان سفاحا ورحل منذ عقد، وكنت تحت إبطه مخاتل. منذ أن تولاني برعايته وأنفق، أصبحت زعيما هنا أصنع المشاكل. ذهب بخطاياه ولم يركله أحد، وعن جرائمه لم يظهر أي مسائل. أخشى أن يترنح خليفته ويجر على الطرقات من رقبته مقيدا بالسلاسل. الرجال عن هذه البلاد غيبوا، وأبناء اللقط أصبحوا من أهل الفضائل. عثرة لن تدوم إلى الأبد، فهل اقتربت نهايتنا؟ رب من قائل. سأصطفي مصطفى ليكون من بعدي لكم، فالدنيا إلى زوال وكل من عليها زائل. وأجعل من قبري مزارا تأمه وفود، وتوقد في أرجائه المشاعل.